الفاصل الغنائي، احنا ما بيننا وبين اي رابر مشكله، لكن في عتاب مع بعض الرابريه. احد الرابرز اللي كان بيننا وبينهم عتاب سلومو، لانه سوى حركه في رمضان فعلا تزعل واعتذر، ورجع بعد ما اعتذر جاب هرجه الفطور اللي في رمضان مع كوكو في مقابله سواها مع كوكو. ماني عارف ليش. طلب منه طلب انه ما يجيب سيره الفطور ولا ينطق عن الموضوع ولا يتكلم في الموضوع، لان الموضوع انتهى وخلاص، انتهى كذا واعتذاره وكفانا. ما شاء الله عليك، لازم نعيدها ثاني ونختار فريقين وجيب فريق كامل. يجيب انا فريق رابرز وانت تجيب فريق رابرز. طبعا البنات ما يلعبوا من بدري عشان لا تعيد لي حركه الكورنيش. ايش هي حركه الكورنيش؟ حركه الكورنيش في رمضان جروب عيال مكه سووا فطور جماعي لجميع الرابرز على الكورنيش في جده، وجو كثير رابرز بينهم مشاكل، جلسوا على صفرة واحدة وحشمونا وكرمونا واحترموا الشهر الكريم وفطرنا فطور جماعي جميل. واحد الرابرز اللي جو، احد الضيوف اللي جو ولبوا الدعوة وشرفونا كلاش، الله يعطيه العافية. واحد الرابرز اللي جو وشرفونا ولبوا الدعوة سلومو، الله يعطيه العافية. لكن لما جاء سلومو وشاف كلاش جالس على الصفرة وقت اذان في رمضان ما احترمنا وقال انا ما اجلس مع بنات في صفرة واحدة، وسوى زعلان ومشي. يعني ما احترمنا ولا احترم الشهر الكريم ولا احترم الاذان ولا احترم الضيافة حقتنا ومشي. الكلمة هذه ودانا ظهره ومشي. لحقت وراه اقول له يا ابن الحلال تعال افطر، ما له داعي شهر كريم رمضان. مشي. كلاش الله يعطيه العافية حشمنا وجلس ولا قال كلمة، والموضوع في وجهي أنا طبعا وفي وجه الجروب قدام الجمهور وقدام الناس الطريقة هذه، لأنه بصراحة الموضوع كان في وجهنا وفي ضيافتنا وفي حضورنا وما يحتاج إنك تتكلم عن الموضوع بعد كده. رجع أتكلم عن الموضوع، أنا بصراحة ما أعرفه شخصيا ولا بيني وبينه احتكاك وأتشرف فيه، لكن يعني ما أدري ليش جاب الموضوع من جديد وتكلم فيه بالطريقة دي. أنا من وجهة نظري أشوف إنه لازم أفهم الناس إيش الشيء اللي صار عشان لا يكون في لوك كثير وكلام كذا يترمي، وهذا الشيء اللي صار.